السلام عليكم حبايبي، ان شاء الله تكونوا بخير. واخدنا فين النهارده يا وفاء؟ واخداكم معايا في فسحه حلوه قوي. يلا بينا كده، جهزي بقى شنطتك والمايوهات، وجهزي بقى البشاكير والفوط وتلاجة البحر والعوامات لو في اطفال صغيره. فاكر العربيات الصغنطوطه ديت القديمه قوي دي؟ مين فاكرها لسه؟ شفتها طبعا، قلت لازم اصورها لكم بشكلها الجميل ده، والله وحالتها حلوة جدا جدا. دي الناس كانت بتنقلها واحنا على الطريق كنا شايفينها. طبعا بقى بوريكم الفاكهة اهو، يلا جهزي حبة فاكهة. طبعا احنا مصريين ورانا تحضير الحاجات ديت، ولازم ناخدها طبعا، بس عشان احنا كان برضو في الطريق طويل، وطبعا معايا اولادي وكده اهو، فكان لازم برضو نعمل حسابنا حتى لو في حاجات بسيطة. يعني ما كنتش بصراحة يعني عاملة اكل او سندوتشات حاجات كتير او كده اهو. بس طلعنا في حوالي كانت الساعة 5 الصبح. شايفين بقى الطريق عامل ازاي؟ طبعا بقى خدنا الطريق ده كده لغاية لما وصلنا. رحت فين؟ اللي يعرف في ايطاليا احنا رحنا ريميني، وطبعا هي البحر بتاعها حلو وكل حاجة، بس انا برضه هبقى اوريكم بحر تاني احلى واحلى. بس التاني كان مسافة طويلة جدا جدا جدا، فاحنا ما قدرناش نروح المسافة الطويلة دي المرة دي، لان ولا عندنا الوقت ولا الجو يسمح ولا اي حاجه. فقلنا بقى خلينا في حاجه قريبه كده، يعني هي مش قريبه قوي، يعني احنا ما بيننا وما بينها حوالي 4 ساعات ونص او اكتر. المهم خدنا بعدينا وقلنا ننزل نروح نغير الروتين بتاع الحياه، وناخد لنا كده اجازه صغننه خالص. فطلعنا والحمد لله يعني. هاخدكم بقى نشوف ايه الاجواء وايه الطريق. انا دلوقتي بفرجكم الطريق اللي رايحينه عامل ازاي، وباخدكم معايا جولة كده. اللي طبعا من اللي ساكن هنا طبعا في ايطاليا او اللي موجود في ايطاليا هيبقى عنده فكرة عن المكان، او يقدر يروحوا لو عجبه من خلال الجولة بتاعتي اللي هوريها لكم. وطبعا اللي مش هنا اهو انتوا بتتفسحوا معايا، وبنقول لكم ايه الاستعدادات بتاعه البحر اللي احنا كلنا طبعا عارفينها. يعني اعتقد ان مفيش واحده مش عارفه ايه اللي ممكن تجهزه. بس برضو يعني لو انتي بقى رايحه مثلا حاجه زي مرسى مطروح او كده، طبعا عادي برضو بتقدري تاخدي معاكي حاجات، بس حاجات يعني بسيطه، لان هناك متوفر كل حاجه بتشتريها وبتعمليها. هنا بقى بوريكم المكان، بفرجكم المكان. دي كام فندق، ودي الأوضة اللي هي الكبيرة، وفيها سريرين صغيرين فوق بعض، والسرير كبير، والدولاب طبعا جوه الخزنة، وفيها حمام جواها. ودي كانت الأوضة التانية الصغيرة، هي عبارة عن ديفانو كده مفتوح أو سرير كده، وتلفزيون ودولاب صغير، والترابيزة بتاعت الأكل، والمطبخ بالتلاجة طبعا بالبوتاجاز والحوض والحاجات دي كلها. هنا بقى البلكونة، ودي كانت أروع حاجة موجودة في المكان، لأن من البلكونة من زاوية كده وبتشوفي البحر كله، والمكان أكتر من رائع، يعني تهدي بجد أعصابك. يعني كتير بيفرق برضو ده مع الواحد إن هو يفصل شوية من الروتين بتاع الحياة ومن الشغل طبعا. وبالنسبه لست البيت بتفصل شويه بقى وتاخد هدنه برضو، تتفسح شويه من نفسها، بلاش بقى اكل بقى والحاجات ديت. يعني لو احنا ناس كتير وشايفه الدنيا حواليكي ان الاسعار غاليه او كده، تقدري تعملي طبعا تشتري حاجات وتعمليها اكل. هنا طبعا احنا كان في حاجات متوفره حوالينا واسعارها كويسه، واحنا اصلا جايين كام يوم، يعني مش جايين نقعد حتى اسبوع مش مكمل. فكان الموضوع بالنسبه لنا بقى عايزين نفصل وما نعملش حاجه خالص. بوريكي بقى دي التلاجة، الشنط، كل استعداداتك تكون موجودة معاكي. طبعا لو معاكي أطفال تكوني مجهزة لهم طبعا لبس كذا حاجة، وتكوني واخدة معاكي برضو جاكيت أو حاجة، عشان برضو لو الدنيا سقعت بالليل أو كده بتقدري تلبسي الطفل، يعني ما يبقاش برضو يبرد أو كده. هنا بقى اوريكي الأجواء دي. طبعا بقى ده الشط، طبعا موجود بقى ألعاب وحاجات على الشط، وكان في بار. هنا البار طبعا في إيطاليا مش بار يعني مشروبات
لا طبعا بيكون متاكلي بقى بريوش زي ما انا بوريكي كده اهوت. ده فيه لقيته مليان شوكولاته بصراحه، يعني شوكولاته كانت كتير اكتر من دي كانت دونات، دي اكتر من الدونات كانت الشوكولاته جواه. بس بصراحه كان حلو. خدناه وخدنا النسكافيه بتاعنا وشربنا، وبعد كده هوت بدأنا بقى نرجع تاني على الفندق، لان احنا كنا لسه واصلين، فقلنا نروح نفطر وبعدين نطلع الفندق نستعد ان احنا ننزل، لان مش هنضيع بقى ايه اليوم كده، ده احنا لازم ناخد اليوم من اوله. طبعا هنشوف بحر وميه وما ننزلش، ما ينفعش. انا بالذات ما ينفعش حد يقول لي الجمله ديت، يعني لازم انزل الميه، ما بقدرش، عارفه يعني زي ما يكون سمكه وشافت الميه لازم تنط في الميه. طبعا رجعنا بقى على الفندق وطلعنا الاوض بتاعتنا، استعدينا وخدنا حاجتنا وخدنا مجموعة من المشروبات ونزلنا. بعد طبعا بقى ما قضينا اليوم ورجعنا خدنا الشاور بتاعنا ولبسنا، استعدينا تاني للنزول، ناخد بقى تمشية كده وجولة كده في الشارع الكبير ده. في طبعا بقى مجموعة من الريستورانتات والمحلات، وفي يعني أجواء بقى الصيف، عارفة يعني زي ما تكوني مثلا في مطروح وماشية في شارع اسكندرية، أو طبعا مش بالزحمة أوي يعني بتاعت شارع اسكندرية برضو، أو تكوني مثلا في شرم وبتتمشي هناك في السوق اللي في شرم. يعني طبعا كان مليان حاجات وحاجات حلوة قوي. ده واحنا ماشيين لقينا عرض قدام بار، فوقفنا. انا كنت بحاول ان اصور لكم بس طبعا من غير ما اجيب اشخاص اللي هم اللي كانوا واقفين بيتفرجوا يعني. فقعدت اروح من هنا واروح من هنا لغايه لما قدرت اجيب لكم من زاويه معينه هتشوفوها بعدين فاضيه، وعلى اساس اني اجيب لكم العرض ما اجيبلكوش طبعا بقى ايه الناس اللي موجوده هنا. كنا بقى بنتمشى في فنادق كتير، لان المكان دوت يعني هو الشارع اللي ورا البحر على طول. فطبعا شايفين بقى العجله اللي كانت ماشيه دي، العجل ده في منه بالموتور وفي منه من غير الموتور، يعني في بتبدلي بيه وفي بموتور بتسوقي كده زي مثلا العربية او حاجة. طبعا في بقى الموتورينات اللي هو الموتوسيكل يعني او كده، وفي عجل، في حاجات كتير بقى قوي. انت ايه يعني شوفي اللي بتحبيه وتقدري تاخديه، برضو بتأجريه بالساعة وبعد كده هو بترجعيه. المهم يعني اتمشينا بقى شوية هنا وفرجك بقى جميل المكان. طبعا احنا كنا بالليل، بس هو بقى ده الوقت بتاع التمشية، لان النهار هو للمية والبحر والشط. طبعا ما فيش بقى ايه تمشية بالنهار، يعني مش هتنزلي تمشي بالنهار كتير. بس رحنا بقى كده ندور على مكان هناكل فيه. يا ترى ناكل فين بقى؟ بصراحة قعدنا نشوف رستورانتات بتاع، لقينا اكترهم كان بيقفل الساعة 11، واحنا ما كناش عارفين ان هم بيقفلوا بدري كده، كنا فكرهم بيسهروا اكتر. فقعدنا بقى ندور على مكان، وطبعا واحنا ماشيين بقى بنتفرج، احنا الاول ما كناش عارفين، فعشان كده كنا ماشيين على مهلنا وبنتفرج على كل حاجة. ده بقى محل بتاع نظارات، في محلات بتاعت أحذية، في محلات بتاعت ألعاب للأطفال وحاجات طبعا بتاعت البحر، وفي أماكن طبعا للمحلات بتاعت جيلاتي أو محلات بتاعت ساندوتشات أو بيادينا. في طبعا ده رestaurant. في كان حاجات كتير قوي في المكان حلوة يعني تشدك. كان في اماكن طبعا بتبيع حاجات اللي هي خاصة بالمكان دوت، او اللي هي يعني بتكون مميزة للمكان ده. فاحنا رحنا برضو لازم طبعا اخد اي كده حاجة تفكرني بالمكان. فلازم كل ما اروح اي مكان جديد لازم ارجع منه باي حاجه حتى لو صغيره. بحب قوي احتفظ بالحاجات ديت، يعني لازم ارجع باي سوفونير من هناك. المهم بقى هنا كان في مجموعه حاجات اللي هي بتتلزق كده على التلاجة او على الباب او كده. فاخترت لي كام واحده واخدتهم
بصراحة هم لذيذ وكان أسعارهم كويسة. هناك المكان على فكرة مش غالي، يعني هو يمكن الريستورانتات غالية شوية، بس يعني بما ان انتي نازلة تغيري وكده، ففي طبعا اماكن بتبيع حاجات اقل، يعني مش لازم تقعدي في ريستورانت، يعني تقدري تاكلي، تجيبي سندوتشات، تقدري تجيبي بيادينا، تقدري تجيبي حاجات يعني تكوي وتاكليها، من غير برضو ما تعملي مجهود ولا تعملي اكل وطبخ وحاجات كده. طبعا هو يبقى سماعي جوزك الكلام دوت اللي يفكرني وزلتك عليه. بس يعني بصراحة بيبقى الواحد برضو محتاج ان هو يحس ان هو في اجازة. لو المدة طويلة وانتي مثلا عيلة كبيرة وكده، وعشان تقعدي في مكان او حاجة هتكون تكلفة، تقدري تشتري الحاجات من المكان، يعني من اي سوبر ماركت او جزار او اي حاجة موجودة في المكان، وتعمليها طبعا في الشقة او في الشاليه اللي انتي واخداه. طبعا بما ان احنا كنا في فندق، بس كان فيه بوتاجاز، بس طبعا ما فيش بقى دخان ولا حاجات زي كده. لو كنا اخدنا مكان تاني، كان في مكان تاني في شواية في البلكونة، فكنا ممكن نشوي او كده. بس طبعا احنا ما حبيناش نعمل بقى الكلام ده كله، حبينا ان احنا بجد ناخد كده ريست من الشغل والضغط يعني من الحياة اللي هي كلها روتين وكدهوت. بما ان هما ما نزلوش اجازة ولا حاجة، فخليهم بقى كنا نتبسط كده مع بعض. فالحمد لله كانت اجازة كويسة يعني، بس طبعا ما كملناهاش يعني اختصرناها. بعدين هقول لكم ليه ما كملناهاش، وهنتفرج مع بعض على باقي المكان. آه، طبعا انا عايزه اسيبكم تتفرجوا، بس يعني بحاول اشرح لكم او نتكلم كده مع بعض شويه. طبعا هناك لو انت نازله تبع فندق بيكون ليكي مكان، وبيكون لو انت الفندق على البحر يعني بيكون ليكي مكان على الشط بالكراسي بتاعتك والشمسيه بتاعتك. لو انت مش نازله بتأجري الحاجات ديت باليوم، حتى تقدري ترجعي الفندق او المكان اللي انت قاعده فيه، وترجعي تاني بعد مثلا ما تتغدي او تطلعي تاخدي شاور وتنزلي تقعدي كده فيه او كده، ما بيبقى محجوز لك، يعني يعتبر طول النهار. ده مش مكلف كتير. بس احنا بقى اهو زي ما وريتكم وقلت لكم ان ممكن تلاقي اماكن بتاعت اكل. احنا لقينا حتى همبرجر، بس طلعت الهمبرجر بتاعته بومبا، يعني جامده جدا. انا كنت بوريه لكم لان كان انا ما كنتش متوقعه كبير كده ولا جامد كده. بصراحه كان حلو قوي. العيش بتاعه كان كبير كده وتخين، بس خفيف، يعني مش اللي هو الحاجة اللي تاكليها. عجبتني فكرة اللي هي زي ورقة الجرايد ديت. وبعدين رجعنا على الفندق. لو عجبك الفيديو اكتبيلي في الكومنتات نكمله ولا لأ.